ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده بقى جايب لك حاجه كده من اللي الناس بتحبها. قاعد مثلا بتذاكر، عايز حاجه جنبك كده تسلي وقتك، قاعد بتخلص شغل في الفجر على الجهاز بتاعك، بتعمل اي حاجه على المكتب بتاعك، اي شغل مش هتقول لك لا، فاهم؟ حاجه برضو رايقه تعملها في اي وقت عشان مش هتكلفك اي حاجه خالص، كل حاجه تبقى موجوده عندك في البيت اكيد. ايه بقى يا معلم اللي انا جايبه لك؟ مكرونه عاديه جدا، بس اعملها لك بطريقه اخليها لك عظمه، تقرمش كده ونكهات وطعم نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع. اول حاجه معانا شويه مكرونه سلقتهم في ميه وملح بس، اديت لهم سلقه كده، يعني سلقه عاديه جدا. وعلى فكره مش شرط تبقى المكرونه اللي اقلام ديت، ممكن اي نوع مكرونه، مش هيقول لك لا برضه. دلوقتي بقى الوصفه السريه اللي هتخلي لك المكرونه ديت تبقى سناك جامد جدا. هتجيب كيس او طبق او اي حاجه عندك، مش هتفرق كتير يعني، حط فيها شويه دقيق كده صغيرين على قد كميه المكرونه اللي انت هتعملها. اهم حاجه بس ما تهدرش. اوب، معلقه كمان. ما شاء الله، انا مواهبي على فكره، انا بحط الدقيق بقت عالميه، انا ما وقعتش ولا نقطه على الترابيزه. ونحط على الدقيق ده بقى ايه؟ معلقه نشا قد كده، يعني يعتبر معلقه صغيره على الدقيق اللي احنا عملناه. وهننزل عليهم بقى بمرقه او ملح او توابل جبنه لو عندك، يعني اي نكهه انت بتحبها ممكن تحطها على الدقيق ده. فانا هحط اللي حاليا مرقه دجاج، معلقه، نزود واحده كمان عشان بتحبها مالحه ولا؟ يلا نزود معلقه كمان عشان برضه بحب الحاجه تبقى حادقه سيكه. بعدين الريحه اصلا مهففه في المكان. نديها رجه كده مع بعض. دلوقتي بقى بعد ما كل حاجه دخلت في بعض وتكون معانا كده، نروح جايبين المعكرونه بتاعتنا وانزل بقى يا معلم في الخليط ده. جيب ايه؟ هوب، وشه جوه. انا مش فاهم انت بتلاقي حاجه ليه كده؟ عشان ما تقعش على الترابيزه. انت تاخدها خط. ماشي. واعمل بقى كده يا معلم، فضي الهوا ده عشان ما يفرقعش مني، انا عارف عشان غبي. وافضل بقى ايه، اديه رج، وافضل قلب فيهم كده، شوف. وافضل بقى قلب كده لحد ما تتعب انت. بص، عارف الكشري اللي بيتحط في الكاس في مصر؟ بالظبط، اعتبر نفسك ماسك كيس كشري والصلصه مش متقلبه، وافضل بقى ايه يا معلم قلب فيهم. طبعا حوار الكشري اللي في الاكياس ده حاجه اكسكلوسيف لمصر، اكيد. ام الدنيا. وده كده الشكل اللي احنا وصلنا له بعد دقيقه من التعب والمرمطه فيهم. دلوقتي بعد ما عملناهم يلا بينا على المطبخ نحطهم في الزيت ونوريكم شكلهم هيبقى عامل ازاي، وصوب القرمشه بقى والطعم دلوقتي بقى هنجيب اي حاجه ننخل فيها الدقيق الزياده اللي في المكرونه، وانزل يا معلم فيها بالمكرونه بتاعتك هنا، وافضل ينخل فيهم شويه بقى كده ايه، حاول تصفي شويه الدقيق اللي هو ما بيتصفاش مني عشان غبي، وجبت مصفى بتاعت ليمون. وبعد دقيقتين من التدوير على ما ندخل ليه دوت هنا، وانزل بقى يا معلم. ما انا برضو غبي يعني، ايه اجيب بتاعت ليمون، شيل الشويه الزياده دول. وده يا جماعه الشكل اللي احنا عايزينه. الطاسه الجميله بتاعتنا بقى بعد ما عملنا اختبار الزيت بيغلي ولا لا، وحطيت صباعي جوه، ننزل بالمعكرونه بتاعتنا من بعيد لبعيد بس عشان ايه، على الهادي اهو، يح بالراحه. سيبهم دقيقتين بقى كده ياخدوا اللون الذهبي الجميل بتاعهم ونرجع لكم تاني. وده كده يا جماعه شكلها بعد حوالي 5 دقايق على الزيت، وصلت للون الذهبي اللي احنا عايزينه ده. بصوا، وريحتها اصلا تحفه. فاحنا دلوقتي هنطلعها ونرجع لكم تاني. وده شكلها بعد ما طلعناها، يعني شكل وريحه تحفه. بس في تريكاه بقى قبل ما ندوق ونقول لكم راينا. نرش عليها رشه بابريكا، رشه حلوه كده، ورشه زعتر برضو، بس كده. انت بقى لو عندك توابل جبنه مثلا او توابل اي طعم تاني انت بتحبه واتحطت عليها، هتنقلها في حته تاني خالص. بس انا نسيت اجيب التوابل ديت معايا، فاحنا هنحط بابريكا وزعتر بس النهارده ونشوف ايه الكلام. برضه احنا بقى نديها تقليبه حلوه كده. دلوقتي بقى بعد ما اديناها تقليبه جميله وكل حاجه زي الفل، ندوق بقى ونقول راينا. اول كلهم حلوين. الله على القرمشه يا اسطى. ما هذا كمان بقى ايه، اوف. يا راجل اوف، انا مش لاقي كلام. انت هتيجي انت تيجي تدوق وتقول نفس الاوف دلوقتي. ايه ده، في انت رايح فين يا نجم؟ عشان ادوق يا اسطى. طب ما تاخد من هنا كده وارجع مكانك. هتسيب لي الطبق كده مش هسيب الطبق مع القرمشه. حسيت بطعمها رهيبه. بقول لك ايه، هو ايدك نرجع تاني توابل جبنه. وماله يا اسطى، بس بعد ما ناكل دول. ايه لا جامده قوي. طب ما خلاص يا اسطى. هو انا رجعت دلوقتي والجيم بس مش خلاص يعني، دي وجبتي الفري خلاص كده. جامده قوي يلا. طب وبعدين يا اسطى؟ هبدا ما بيعملش حاجه وحشه في حياته يا ابني. نرجسيه بتقعد انا اعملها في البيت عندي وش. فيها طعم كده، فيها طعم كده، انا فاكره حاجه اكلناها من مطعم قبل كده، وحاجه غاليه مش رخيصه. مش فاكر هي ايه. لا بجد حاجه اكلناها في مطعم بس هي مش فاكر.
ستريبس ده حرفيا نفس طعم الستريبس بس معكرونه، بس ازاي وهي ما فيهاش فراخ؟ حكمة ربنا. هتعترض اكلتكم فراخ ب 10 جنيه، 10 جنيه ولا حتى 5 جنيه. طب ايه؟ عايزين نكمل فيديو؟ ما خلاص سيبك من الفيديو دلوقتي. يا ابني طبعا خلص طبعا. عايزين نخلص. لا الفيديو الفيديو يستنى دلوقتي. يا عم لا والله استنى. لا. انا فخور قوي بمكرونتي. قرب مكرونتك حلوه مكرونتك. أوي. لا انا بصراحه دقت مكرونتك وطعمها حلو. يا ذكريات، فاكر يا ايام ما كنا ناكل في كي اف سي كده؟ ايام بقى. كانت ايام ايه يا ابني؟ احنا طول عمرنا بنخش هناك اصلا مش كي اف سي. انت هتضحك على انا عن نفسك. نفسي باكل كي اف سي. خش بقى انا ببقى معاك وما بطلت اخش اصلا يعني ايه يا اسطى البيج ماك بقى ب 80 90 جنيه؟ يعني ايه يعني؟ كي اف سي بكام؟ 80 90 جنيه. طب اقعد ساكت بقى. بس كده فيديو النهارده يكون خلص. اتمنى الفيديو كان عجبكم. لو الفيديو عجبك ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل هبده جديده مننا. وكالعاده لو انت عندك افتكاسه جديده، هبده جديده، فكره، تجربه فاشله عايز تجربها بس خايف تولع في نفسك وفي بيتك، انزل سيبها لي تحت في الكومنتس او ابعت لي على الانستا، هتلاقي اللينك تحت برضه في الديسكربشن، وانا هولع في نفسي وفي بيتي وفي سيزون فوتوغرافر عشان خاطرك انت. وبس كده يا معلم، ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام. امتى اصلا نجيب كاميرا بروفيشنال كده ونقفل الكادر بالغطا بتاعها بقى وبتاع مثلا. اقفل.